ممكن نغير لون الحيطة؟ أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي الخبير الوطني للإنشاد الديني بوزارة الثقافة لمدة 5 دقايق هتسيب مهنتك الأصلية أو كارك الأساسي وهتشتغل معانا في كار جديد أو مهنة جديدة. هتشتغل إيه؟ كنت عايز أكون طبيب أداوي الأوجاع والجراح. الطبيب دكتور أحمد الكحلاوي، مين اللي ما تتمناش أبداً إنك تعالجه أو يكون مريض؟ أي حبيب ليا، لا أولادي ولا إخواتي ولا أصحابي ولا أي حبيب بحبه، ربنا يكفيهم شر المرض كلهم. وأكل أنا من الشارع بقى خلاص، أعمل إيه؟ الطبيب دكتور أحمد الكحلاوي، بعض الأطباء زمايلك يعني بيغالوا جداً في الفيزيتا، مع إن في ناس كتير معاش تمن الفيزيتا ديت، وهم مصرين إنه يكونوا كده لأن دوت بيديهم يعني برستيج وبيديهم يعني عظمة من وجهة نظرهم. إيه رأيك؟ ده على قد الدنيا، نظرتهم نظرة دنيوية. إنما لو الزملاء بصوا للآخرة وعرفوا إن الطبيب الأكبر رب العزة سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي طبيب القلوب اللي داوى القلوب، إن علمنا إن إحنا نبقى رحماء، وإزاي إنسان ما يبخلش باللي عنده بعلمه وبطبه على واحد محتاجه، خاصة المريض. إزاي أحاول أعمل ده؟ وبعدين أنا النهاردة ربنا رزقني وعملت عيادة. لو عملت يوم مجانا زكاة عني وعن صحتي وعن أولادي بزكي بيه قربة إلى الله، صدقيني ربنا هيكرمني أكتر وهيبارك في رزقي ويبارك في مالي ويبارك في أولادي باليوم الجميل ده اللي قدرت أخفف فيه آلام محتاج مش قادر يجيب الدواء ولا قادر يجي يتعالج. الطبيب دكتور أحمد الكحلاوي، في أطباء بيشغلوا موسيقى، بيشغلوا أعمال فنية للمرضى أثناء الاستراحة في العيادة. أنت مشغل إيه للمرضى عندك في العيادة؟ مديح سيدنا النبي. ليا قريب الدكتور أحمد الكحلاوي برضو مدح سيدنا النبي، بسمعهم بقى ألحان شيخ المداحين محمد الكحلاوي وأحمد الكحلاوي والقرآن الكريم قبل كل شيء بإذن الله. الطبيب دكتور أحمد الكحلاوي، إمتى ترفض إن أنت تعالج مريض؟ ما أعتقدش إن ممكن أرفض في يوم من الأيام إني أعالج مريض أبدا. لو هو معهوش فلوس هعالجه، لو هو على غير الملة هعالجه لأن ده إنسان، لو هو عدوي هعالجه لأنه محتاج. عمري ما أتخيل إن هيبقى في إيدي حاجة أعملها وأمنعها عن حد مهما كان أساء إلي. الطبيب الدكتور أحمد الكحلاوي، في مستشفيات بتبقى يعني بيسموها المستشفيات الاستثمارية. نعم. بتبقى زي الفنادق وبتبقى غالية جدا وبتقدم خدمات أكتر من المستشفيات البسيطة. هل الطبيب يؤدي هنا في المستشفى الرخيص بطريقة وفي المستشفى الأكثر ثراء بطريقة أخرى؟ ده شايفه عادي؟ هو في أطباء بيعملوا كده، مفيش حد زي التاني، إنما المهنة بتتجزأش. أنا النهاردة طبيب هنا وطبيب هنا، هنا في مريض وهنا مريض، المريض هنا وزير، المريض هنا غفير، المرض واحد والعلاج واحد والشافي هو رب العزة. الطبيب الدكتور أحمد الكحلاوي، ال5 دقايق خلاص انتهوا وهترجع تاني لمهنتك الأصلية، شيخ المداحين والخبير الوطني للإنشاد الديني بوزارة الثقافة. زعلان؟ اسمحي لي قال على البلط الأبيض وأقول لك شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. جديد في الكار، انتصار غريب.